إذا مشاهدينا الكرام، في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم أهم تعليقات الجزائريين والإعلام الجزائري حول زيارة الرئيس الصيني للمغرب واستقباله من طرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن الثالث. إذا لا تنسوا الاشتراك في القناة، ونبدأ أولا بالتعليقات ثم نذهب إلى الإعلام. وأول تعليق من محمد: كون كان تبون هو اللي يستقبله، كون باقي شاد ليه في يديه. أما التعليق الثاني وهو الأكثر حقدا، هو ريبو مدين. قال لي كيظن أن هناك صراعات في القصر. علاش؟ حيت مولاي الحسن هو اللي استقبل الرئيس الصيني. هذا هو التحليل ديال الهكاويين. والتحليل الثاني هو أن الأمر قال لك أتاه من الغرب. ولكن في المقابل كاينين جزائريين اللي كيخدموا دماغهم. قال لك أنا شوف من الجزائر، أنا رئيس الصين والله ما يزور الجزائر على مليار سنة. الحقيقة اللي خباها علينا الإعلام المغربي بعيد علينا وكبير علينا، وخير دليل استضافة كأس العالم. وحنا اللي حاصلين في القهوة والطماطم، وكل مرة أزمة غذائية. ودابا اجيو نشوفوا الناس القاريين فيهم شنو كيقولوا. الصين تفضل أن تسقط في دولة غارقة في الديون، مثل المغرب. إذا سقطت الصين في المغرب، واش دير الصين؟ تروح تقصر مع المغرب. ولكن هذا الشيء كامل بسبب ان الصين انسحبت من اتفاقيه ديال الغرجبيلات للحديد من الجزائر بعد اتفاقيه بملايير الدولارات. وهنا جاء الرئيس الصيني للمغرب. المشكل ماشي في هذا الشيء، المشكل ان الجزائر فاهمه العلاقات الدوليه بشكل خاطئ وما كتامنش بمفهوم تعدد الشركاء. ولكن المغرب اللي بغى يوصل لهم هو ان القمه تتسع للجميع، ماشي بالضرورة يكون واحد فينا هو اللي كيتطور وكيوصل.